السلام عليكم. ربي يتقبل الصيام والقيام. في هذه المداخلة هذه، في هذا الفيديو هذا، راح نتطرقوا إلى موضوع اللي نشوفه ربما مهم، وبحكم الممارسة الميدانية اليومية شايف باللي بزاف الناس ما يعرفوش يقيسوا السكر تاعهم من سكريين، ولا ما يعرفوش وعلاش راهم يقيسوا السكر تاعهم. وإنما هذا الفيديو هذه جاية لنوضح هذه الأمور هذه. أولا وقبل كل شيء، قبل ما ندخل في الموضوع، معكم دكتور جمال زيتاني، طبيب عام في بريان، اختصاص في الإبر الصينية، اختصاص في الإبر الأذنية، اختصاص في الميزوثيرابي الإبر السطحية، وكذلك عندي تكوين في النيوتريثيرابي والتغذية، وعندي بزاف حضور مكثف في بزاف من المؤتمرات واللقاءات دون دي سيمينار، بليزيور سيمينار. بهذه الزاوية هذه قادر نهضروا في مختلف المجالات اللي في مجال التخصص تاعي ونوضحوا الأمور. أنا نعرض عليكم بصفة دورية لقاءات تحسيسية بالمجال الصحي، وكذلك المتتبعين للصفحة إلى عندهم رغبات في نتطرق إلى مواضيع باينين عندهم، ينجموا يديروا في التعليقات المواضيع المطلوبة، وإحنا نشوفوا حسب الإمكانيات والمعلومات اللي عندنا إن أمكن نديروا فيديوهات حول الموضوع. دونك نرجعوا للموضوع نتاعنا اللي هو كيفاش نعالجوا ولا كيفاش نعيروا السكر تاع عند المرض السكري. اولا وقبل كل شيء، باش واحد يعود عنده طيارات ينجم يدير طيارة تاع السكر، il lui faut un glucomètre et les بوندلات هما لي بوندلات رياكتيف، والجلوكومتر هو لاباري هذاك تاع الطيار. الوغ لهذا الشيء الاول اللي لازم نعرفوه، ما نستعملوش الكحول بور ديزانفيكتي لي مان، ما نستعملوش الكحول باش نعقموا اليدين كي نروحوا باش نعيروا السكر، وانما نروحوا نغسلوا يدينا بالماء سخون، بالماء مستحسن يكون سخون بالصابون. الماء سخون باش الشرايين هذو الصغار اللي رايحين نطلبوا منهم الدم يكونوا شويه مفتوحين ويكون الدم يخرج بصفه سهله. هذا هو الشيء الاول. والشيء الثاني، ناخذوا العينه تاع الدم اللي رايحين نعيروها من لو بو دو دوا. دونك عندنا في اليد 5 أصابع، نحيو هاد الزوج هذو ما نعيروش فيهم، عندنا نكتفيو بثلاثه هذو في اليد هذه وثلاثه الاخرين تاع اليد الاخرى. هنايا اون بيك لي 3 دوا هذو، باسكو لي دوا هذو ما نستعملوهمش بزاف كيما هاد الزوج هذو، لو بوس لاندكس نستعملوهم بالكثره ماشي كيما الثلاثه الاخرين. دونك هاني وجدت لكم دي بوين ديريو ستيلو، هاد النقطه هذه هنا وين بيكيو، ونعاودو نبيكيو هنا غدوه من ذاك، ولا في المره كي نحبوا نعيروا مره اخرى غير غدوه نعاودو هنا، ونهار دابري هنا، اي انسي دو سويت، على حساب النقاط هذو، ونبدلو ونكررو وندورو بصفه دوريه على 6 الاصابع هذو. معناتها عندنا 16 نقطه ابيكي، عندنا 6 fois 2 12 بوان ابيكي، 12 نقطه ابيكي اللي ندورو عليهم بصفه دوريه. هذا الشيء هذا اللي يسمح اليوم بيكيت هنايا، غدوه نبيكي الجهه الاخرى، باش غير غدوه نروح للصبع هذا وغير الاخر اللي منا، اي انسي دو سويت راني ندور عليهم، نخلي الوقت الكافي للصبع هذايا ولا لابيكور هذه باش تسيكاتريزا وتبرى. هذه من ناحيه. دوكا وعلاش نعيرو؟ ما هو المطلوب من التعيار هذايا؟ كي نعير لابد يكون عندي رد فعل، صافي كي مفو اون رياكسيون، يكون عندي رد فعل هذا التعيار هذايا. لهذا أنا حضرت لكم هنايا هذا لو طابلو اللي عنده مرض تاع السكر، لازم يكون عنده يدير دي طابلو كيما هكذايا في كراس، ماشي اوراق هكذايا دي في فولونت، وانما في كراس يدير جدول كيما هذا
عندنا هنايا عمود تاع التاريخ، هنايا عمود تاع الفطور، هنايا الغداء، هنا العشاء. هذا الشيء هذايا يخص سير ايام نتاع العام ماشي رمضان، وانما اللي حب يدير هاد الجدول في رمضان ينحي برك هاد الخانه تاع الوسطانيه هو عمود نتاع الغذاء، ونبقاو في نفس المبدا. الور اوقات التعيار هما قبل الفطور تاع الصباح، ساعتين بعد الفطور تاع الصباح، قبل الغداء، ساعتين بعد الغداء، قبل العشاء، وساعتين بعد العشاء. كي نقول ساعتين بعد الأكل صافي دير كو ساعتين بعد بداية الأكل. وهنايا ماشي معناتها كل يوم نروح نعير 6 مرات، باسكو عندي 6 أعمدة هنايا، ماشي معناتها نعير 6 مرات كل يوم، لا. نغير اليوم عيرت هنا قبل الفطور، غدوة نروح نعير قبل الغداء، ونماركي النتيجة نتاعي هنايا. غير غدوة نعير ساعتين بعد الفطور تاع الصباح، النهار اللي وراه نعير ساعتين بعد العشاء، ولا مرتين في النهار، إذا حبيت نعير مرتين في النهار، انسي دو سويت. دركا لازم المطلوب هو يكون عندي دي فالور، عندها قيم نتاع تعييرات في كل عمود. هاد القيم هذه باش نشوف تصرف تاع السكر تاعي على طيلة النهار، على طيلة النهار والصباح. باسكو شفت بزاف الناس اللي يقول الطعيار عنده هو طعيار اجون، صباح كي ينوض على الريق ولا على الخوا، هذاك هو الطعيار. لا، الطعيار تاع الريق هذيك لازم، وإنما لازم نعرفوا واش راه صاري على مستوى السكر على طول النهار. دونك لازم اللي عنده مرض السكر اللي يحب يراقب روحه، لازم في اطار المراقبه نتاعو، المراقبه الذاتيه. مراقبه هنايا راني نهضر على المراقبه الذاتيه، الشيء اللي ديرو انت في الدار، مانيش نهضر على المراقبه مع الطبيب نتاعك، هذيك حاجه اخرى. هذيك الطبيب نتاعك هو اللي يعرف كيفاش يرافقك، واش هما الامور اللي يطلب لك، واش هي العناصر ولا الاعضاء اللي يراقبهم، ودوريه المراقبه نتاعو. هنا راني نهضر على المراقبه الذاتيه، روحك تاك مريض باش تراقب روحك في المنزل، مانيش ندخل في حوايج اخرين باش ما يكونوش فيه سوء فهم. مرض السكر لازم يتراقب عند الطبيب، لازم المرافقه الطبيه، لان الطبيب هو اللي يعرف واش يدير، واش يراقب، واش ما يراقبش، وقتاش يراقب، ولا يوجهوا للاطباء اخصائيين ولا طيارات ولا كذا ولا كذا، دي راديو انسي دو سويت. دونك هادشي هذا مانيش نهضر عليه، راني نهضر على المراقبه الذاتيه، لوطو سيرفيونس في المنزل. دونك هنايا كيعود عندي دي فالور، مثلا لاحظت هنايا على الفطور اليوم قبل الفطور صبت السكر تاعي طاح 0.60 ولا 0.50 ولا طاح. هنايا في الورقة المقابلة نتاع الكراس، في الورقة المقابلة نماركي ملاحظة، هنا طاح لي لسبب ما، ربما خديت الانسولين تاعي ولا خديت دواء وما كليتش، ربما ما تعشيش البارح في الليل، ربما ندير الملاحظات، الاشياء الغير طبيعيه ولا الاشياء اللي مانيش موالف نديرهم اللي درتهم النهار هذاك. ولا لاحظت هنايا باغ اكزومبل ساعتين بعد الغداء طلع بصفه غير عاديه، ندير الغداء هذا واش كليت فيه، ماركي اون ديتاي بالديتاي واش كليت في الصفحه المقابله، لا فالور هذيك نماركي اون ديتاي واش كليت واش استهلكت والكميه وكذلك كل شيء. هنايا نهار اللي تروح للطبيب تاعك تديله ورقه ولا الكراس تاعك، هنايا فيه على الاقل 5 ولا 6 قياسات، منا كذلك 5 ولا 6 قياسات، هنا 5 ولا 6 قياسات، هنا كيف توت لي كولون في كل عمود يكون 5 ولا 6 قياسات تاع السكر تاعك، هكذايا باش الطبيب تاعك في روحو يكون عنده نظرة واضحة على السكر تاعك والتصرف تاع السكر تاعك على مدى النهار، وبالنسبة للأطعمة التي تتناولها، بالنسبة للماكلة اللي راك تاكلها. هذا الشيء ربما ننصح به اللي عنده سكر، هذه هي لوطو سيرفيونس دو سكر، والمرافقة الطبية نتاعك، الطبيب تاعك يرافقك، و
السكر، الناس اللي عندهم السكر ننصحهم بالمراقبة والوقوف على السكر تاعهم، وماشي دا السكر هو تناول الدواء وخلاص، لا لا، ماشي تاكل دواء ولا تروح للطبيب يماركي لك لوردونونس ولا تبعث ميم واحد يبعث لك لوردونونس، لا ماشي هذه هي المرافقة الطبية اللي عنده السكر. اللي عنده السكر مرض خطير جدا، لازم نكونوا واعيين. ربما راح نتطرقوا في فيديوهات أخرى حول الموضوع هذا، ونكتفي بهذا الشيء هذايا باش ما نطولوش، وربي إن شاء الله يتقبل الصيام، والسلام عليكم.